السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا كرام. أعراض قراءة سورة البقرة، يعني شو ممكن تواجه عندما تبدأ في قراءة سورة البقرة على أساس أنك تبلغ آية، يعني بلغ عني ولو آية، يعني يأخذ الحديث على أساس اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أنت تريد أن تعيش، لا تكرر ولا تحفظ، لكنك تعيش، تريد هذا الحديث بالتحديد. فأنت تكرر قراءة سورة البقرة. ما الذي ستواجهه بداية لربما اليومين ثلاث الأولانيات أو الأربعة أو الخمس جميل، شيء جميل جدا، ثم تنقلب الآية، ثم تنقلب مشاكل في البيت، تبدأ هيك خناقات بدون ما تدري، أمور هكذا. الزوج يتسلط على زوجته، الزوجة تصرخ، يعني مش بتفكروش يعني حرب، يعني جاي الناس تقاتل فينا، احنا بتصير اخلاقنا ضيقة فلا نتحمل بعضنا البعض، ويبدأ هكذا أمور. يعني بعدين هذا طبعا سببه كله العوارض أو خدام السحر والعين والحسد والمس. نعم، كل هذه تسكن جسدك. أنت لست لوحدك، أنت مش لوحدك، لا في البيت ولا في جسدك، أنت مش لوحدك. عشان تفهم، يعني أنت مش بدأت تقرأ سورة البقرة جئت بالمصائب إليك، انت رايح على التهلكة، فسورة البقرة كشفت لك. مش بتروح عند الطبيب بتساوي فحص دم على سبيل المثال، فانت بتفكر حالك بألف خير، فبيروح ولا اذا ناقصك حديد وناقصك عندك سكر وعندك. طيب هذا الاشي صحيح، الخبر مش جميل، بل لكن لا اجمل انك بدك تعالجه. ما هو لئن تركته سيتفشى في هذا الجسد ويهلكك، لكن عشان ادركت الامر مبكرا فستعالجه شدة قليلة وتخلص. بالضبط هكذا هي الأمر. إما سيهلكك هذا المرض أو هذه الشياطين، ستهلك جسدك وتنهك جيبك وتنهكك، يعني حتى يعني بيت مشتعل في النيران، مشاكل، عدم توفيق، رضا، ما في رضا، أمورك محطة كلياتها. فأخذت سورة البقرة على أساس أنك تخلص بإذن الله تعالى من هذه الأسحار وهذه الشياطين التي توكلت بالعيون، صابوك بالعين منذ زمن، حسدوك منذ زمن وانت محسود، لربما سحر، لربما مس يسكن جسدك من سنين، أو أكثر من 1 10 20 100 موجودين معك وانت مش شاعر. فهمنا؟ كمان مرة مثل واحد كان عنده سكر وعنده ضغط ومش عارف، لكن أموره ماشي، طلبوا الطبيب يعني تعال اعمل فحص دم تشوف شو حالك، فوجدوا انه عنده سكري وعنده كذا. طيب مليح، مسكوا يعني امسك به في بداية السكري، فاعطى ادوية وقال له شوية هيك ديتها بتخلص من كل الموضوع وبصير امرك على خير. جميل، شو بدك احلى من هيك؟ وهكذا هي سورة البقرة. بصير عندك شوية مشاكل لأن الشياطين لا تطيق سورة البقرة يا جماعة. سورة البقرة لا تطيق سورة البقرة، لا تطيق قربك من الله. واحد بيحب الكيف، حفلات رقص وغناء وعري وتكشف وعري على الآخر، وسمي ما تشاء من الكيف والحشيش ثم يجي واحد يفتح لهم عبد الباسط قرآن، شوف وين رايح، واقف، لا يريد. وهكذا أنت بدأت في سورة البقرة، بدأت أنت تنهكهم، بدأت تحرق بهم. فالموضوع هنا انك انت ستواجه هذه، يعني من باب انه اذا ساوت المشاكل في البيت هذه الشياطين اججت زوجك عليك، فانت لازم لما بدك تقرأ سورة البقرة تنبه اهل البيت وتكون عندك ادراك انه بده يصير هذا الشيء. فمش اذا زوجك اجب تبلى عليك او انت تبليتي على زوجك يعني صارت الدنيا خلص هذا كله، لا، بدك تعرف انه سيتبلى عليك وهكذا. فالموضوع هنا احنا ان نستمر لانه بدانا كشفناهم. عندما كشفناهم نبدأ ايش؟ بالتحصينات، وكل شيء تباعا سينتهي بمدة زمنية معينة. طيب احنا بتواجه هذه الاشياء. اول شيء مشاكل، قلنا في البيت، قلنا اول شيء جميل، ثم بعدين صارت في مشاكل في البيت. فهذه المشاكل التي تحدث في البيت هي بسبب هذه الشياطين. انت بدأت يعني تؤذيها. ما الذي عليك ان تفعله؟ عليك ان تشغل سورة البقرة داخل البيت، وترش البيت في ماء مرقي،
وتتحصن بأذكار الصباح والمساء والنوم تجعل لك زيت مرقي كذلك. بينا هذا الأمر عشان هاي الأشياء بتساعدك إنه تتخطى هذه المرحلة، إنه الشياطين خلص تطردهم هكذا، مش واحد متراخي في محادثات بيننا وبين الشياطين شوي شوي، لا خلص أنا فت بكل أطردهم من هذا البيت. فممكن يصير معك طفع جلدي، ممكن يصير معك إسهال، ممكن يصير تعرق، كل هذا كله جميل. هذا كله يعني أنت بدأت تخلص، كشفتهم وبدأ العلاج. مفهوم؟ فأنت حتى المشاكل البيتية جميل أنت كشفتهم. هاي الأشياء بدك تعرفها، كيف إحنا قلنا إذا بتلزم الاستغفار يأتي المطر، وهكذا أنت بتلزم سورة البقرة قد يحدث مع الاستغفار كذلك، مع تقرب مع الله. في تقرب مع الله يحدث هذه المشاكل عشان تزهقك حياتك وتترك سورة البقرة. هاي لو أنت تظل مشاكل. كم يطول المدة؟ على قدر امتثالك لأوامر الله. يعني اللبس، يعني النمص، يعني الغيبة والنميمة، يعني القروض الربوية، يعني الحرام، كلياته الذي تقترفه بدك تتركه، بتضلك انت نص نص، بتضل المشاكل مستمرة نص نص معك. فإذا بتستعجل في ترك هذه الذنوب مع التحصينات، ما تشغل سورة البقرة داخل البيت، هذا كلياته ستكنسه في مدة زمنية. هذه الأسحار والعيون لها سببين. أول سبب إنك أنت تعرف شو معنى الشيطان وشو معنى هذه الأسحار، والأمر الثاني هو أصل ذنوب عاقبك الله فيها. فأنت بتصير لما أنت تلزم سورة البقرة هذه الأمور إن شاء الله ستبدأ تنتهي. كلما زادت كلما اقتربت من يعني شوف أنت لما بتتضايق وما خلينا نقول في حريق حولك، شو بتقول؟ أغيثوني تصرخ، بصير مشاعرك تزداد، معناه هو عمال يتأذى. استمر، شد، ولا تلتفت لكل المشاكل اللي بتصير. لكن قبل ما ابدا بسوره البقره انا بنبه زوجتي، بنبه امي، بنبه اخوتي، اولادي، يمكن يصير في شويه عصبيه في البيت، خلينا نتحمل بعض. يعني اخرج من البيت ولا تبقى اذا في مشكله، مش تضلك راس براس، يعني هو منك كلمه ومنه كلمه. مفهوم؟ لازم نفهم هيك. يعني انا بدي اروح اتعلم ملاكمه، لابد اني يعني يضربوني على وجهي واضربوا على وجوههم، فرايح اطلع مخدوش. مفهوم؟ وانت المنتصر، انت مع سورة البقرة انت المنتصر. استمر، اكثر، تحصن، شغل سورة البقرة داخل البيت وكل شيء سينتهي. نعم، الاعراض هذه التي تأتي كلها تدل على انك انت بدأت احلام مزعجة، بالاخر بتصير ترى انك تقتل فلان وهكذا تتخلص من فلان، او تنظف البيت، او تكنس البيت، او ابطلت سحر. كل هذا جميل. هذا هيك انت وصلت الى الطريق الصحيح. وصلت هذه الاعراض التي تصيبك عند قراءة سورة البقرة. فشد حالك. كمان مرة تذكر فحص الدم. انت كان عندك اصلا سكري، وكان اصلا عندك ضغط، واصلا عندك انت مشاكل كبيره في جسمك وانت مش داري. لكن عندما طلبك الطبيب انه يشخصك ويعمل لك فحص دم، اكتشف السكري باكرا، لانه اخرتك فاعطاك الدواء البسيط هكذا، مش صار في عندك عمليات وكذا. وهكذا هي مع الشياطين. اكتشفت الامر باكرا، جميل، استمر عشان تخلص. لأنه أول شيء سيفقرك. الشيطان عندكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وستظن إنك أنت على خير، وأنت الشيخ وأنت العالم وأنت الفهمان، ما فيش حدا فهمان أكثر منك. وستقلب يعني تلوي أعناق الآيات والأحاديث حتى تركبها على حالك على أساس إنك أنت على ألف خير. بده يجيب لك الشيطان ويقول لك مش فلان قتل 99 نفس وبعدين أكتم في المية والله أدخلوا الجنة مثلا، مش فلان زاني من بني إسرائيل. هكذا سيأتي لك بكل الأمثلة أساس يطمنك أنك أنت على خير، ولكنك أنت لست على خير. هنا أنت لما بدأت المشوار أنت بدأت تكنس بهم عشان تخلص، وكأنها بيعطيك الطبيب وصفي. أنت بتخلص لأنه آخرتك على جهنم والعياذ بالله. مع هذه الشياطين فيش إلك، لا يمكن أنك تنجو، لا يمكن إلا إذا حاربتهم. عشان هيك اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ستصلك الشياطين إلى جهنم والعياذ بالله، وستعيش فقير مهموم مكروب ممسوس، مش عارف تخلص. وصلت؟
ولا تستطيعها البطلة. نعم إنهم السحرة وكل شيء باطل تأتي به الشياطين، وكل هذا الباطل سينتهي من حياتك. فترة بسيطة تنضف، بتعيش حياة طيبة كريمة، لا فيها قلق ولا فيها خوف ولا فيها هم ولا فيها أمراض ولا فيها وساوس ولا فيها مشاكل في البيت. تنعم في حياة طيبة كريمة كما وعد الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا يمكن بدون سورة البقرة أن تصل إلى هذا، ولو ظننت. نعم، لأنه إحنا نخطئ بالليل والنهار ولا ندرك إننا أخطأنا. فسورة البقرة فيها البصيرة، فيها الحكمة، فيها حسن التوكل على الله، في مفهوم الرزق، فيها حلق الحسد، فيها ترتاح. بيعطيك الطبيب قرص الدواء وبترتاح، في عملية جراحية بتعملها وبتخلص بترتاح، ولا بدك تضلك تجر. وصلت؟ فما تقول لي خايف من سورة البقرة، ما تقول لي خايف من أعراضها، أنت حر، هم معك. احنا سورة البقرة ما جاءت بشيء جديد. كمان مرة، المرض معك موجود، التحليل كشفوا، سورة البقرة تكشف هذه الشياطين وتفضحهم. فأنت لما أنت بدأت تخلص وتحرق وتنظف فيهم. وصلت؟ تذكر أنك لم تأتي بشيء جديد. يعني مش أنت لما بدأت تقرأ سورة البقرة صاروا يجوا الشياطين اللي من عند الجيران يجوا لعندك، لا، هذول أنت عريتهم. في عندي جنود إضاءة تحت الحمراء أظن، فبشوفوا ودي نهار، لو قال له والله أعطاك عيني، أنت بتشوف إن حواليك كل وقت معك. لكن عندما تقرأ سورة البقرة وتكثر وتبدأ، سيبدأ يتطاير ويحرق وينتهي من حياتك. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. بدها شدة. المرأة عندما تلد وتصير مش ببلاش، في مخاض صعب جدا، في سهر ليالي، ترضع، في تعب، وانت لكن كم ناس تحلم انها تصير انت كم ناس تحلم ان تصبح ولي من اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين حفظهم الله بحفظه بسورة البقرة من الضلال والشتات والابتعاد والظن انه على خير. الزموا سورة البقرة. طبعا نبدأ بالاستغفار اولا ان شاء الله، افضل عشان نكنس اكثر من الذنوب، عشان نور الله لا يهدى للعاصي، بتصير اهون عليكم. فان شاء الله ساجيب على حلقات مجبور افصل عشان تصل الرسالة افضل، افصلكم عشان تفهموا انك انت لست لوحدك، ثم بعد ذلك انت مع قرينك، والقرين هو كشعلة النار. ان خنست انت خنست عن ذكر الله، هو تكلم وهو بدأ يوسوس لك، وإن بقيت ذاكرا لله هو خنس. فهذا الصراع سيستمر إلى أن نلقى الله. ابقى ذاكرا، ومع سورة البقرة ستحب الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول هذا الكلام إن شاء الله أترجم هذه الحلقات. هناك أخت من كندا طلبت هذه الحلقات عشان لازم في المنابر مشايخنا يبدأوا يتكلموا، يطبقوا آيات ويتكلموا. احنا ضايعين نفكر الصلاة بتنهي، احنا بصلاتنا خلص فتنا الجنة. يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيراني في لسانك، قال لا خير فيها في النار. من لهذا اللسان إلا سورة البقرة؟ عشان يستقيم هذا اللسان بده سورة البقرة، عشان ظنك يستقيم بدك سورة البقرة، عشان الذي في صدرك يستقيم بدك سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.